فيلمنا بيبدأ في سنة 1954، وفي واحد اسمه روي بيبيع آلات الميلك تشيك للمطاعم، بس مفيش حد عاوز يشتري منه. مين اللي هيقدر يعمل 8 ميلك تشيك في المرة الواحدة؟ وبيفضل يلف على المطاعم، بس برضه مفيش حد عاوز يشتري الآلات بتاعته. وبيكلم مديرة مكتبه في التليفون وبيسألها لو في أي جديد، وبتقوله إن في مطعم في كاليفورنيا عاوز 6 آلات. فبيقول لها أكيد في حاجة غلط، وسألها عن اسم المطعم إيه، قالت له اسم المطعم ماكدونالدز. وفعلا بياخد رقم المطعم منها وبيكلم المطعم، وفي واحد بيرد عليه واسمه ماك، وبيقول له اكيد حصل خطأ اللي انتوا عاوزين 6 آلات ميلك تشيك. وبيرد عليه وبيقول له فعلا في خطأ، احنا عاوزين 8 مش 6. وروي بيصدم جدا من كم الآلات ديت، وبيكون عاوز يعرف شكل المطعم ايه. في مطعم هيبيع 48 مشروب في الدقيقة، وهو كان مستغرب جدا من العدد ده. وفعلا اتجه على كاليفورنيا وراح عشان يشوف المطعم دوت عامل ازاي. وفعلا بيوصل عند المطعم وبيتفاجئ من كم الناس اللي عليه، وفي واحدة بتقوله الطابور ما بياخدش 5 دقايق. وفعلا بيجي عليه الدور، ولما بيوصل عند الموظف بيديله الفلوس وبيستلم الوجبة بتاعته على طول. وروي بيكون شاكك ان الوجبة ديت اصلا مش بتاعته، وبعدها بيسأل الموظف انا ممكن اكلها فين؟ قال له كلها في اي حتة، وبعد ما تخلص ارمي الاكياس في الزبالة. وهو مستغرب جدا من السرعة والاتقان اللي عندهم، وان الاكل بيخرج بالسرعة ديت. وفعلا بيستمتع بالوجبة بتاعته. وبعدها في واحد بيجيله بيعرفه بنفسه واسمه ماك ماكدونالدز، وروي بيقوله ان انا مسؤول عن توريد آلات الميلك تشيك للمطعم. وماك بيعرض عليه انه يفرجه على المطعم والنظام بتاعه. وروي طبعا ما بيفوتش الفرصة وبيخش يتفرج على اسرع نظام في الوقت ده، وبيخش وبيتفرج هما بيعملوا الاكل ازاي وبيعملوه بحب ازاي. قطعتين من الخيار المقطع، يعني قطعتين من الخيار المقطع، والمستردة والكاتشب، كل حاجة بمعيار، حتى البطاطس ليها درجة حرارة معينة. وفي 30 ثانية بس بنقدر نجهز البرجر. وبيتعرف على اخو ماك دوك، وبيكون مستغرب جدا من سرعتهم ونشاطهم، وبيعزمهم على العشاء عشان يعرف ازاي كونوا المطعم ده. وفعلا بيروحوا يتعشوا مع بعض، وماك ودوك بيبتدوا يحكوا له قصتهم وابتدت ازاي، وبيقولوا له ان احنا فتحنا المطعم في 1940. وطبعا زي اي مطعم جبنا 24 بنت عشان تشتغل عشان تودي الاكل للزباين في عربياتها. وفي احيان كتير كانوا البنات دول بيودوا الاكل غلط، وبنسبة 87% الاكل اللي كان بيتباع كان برجر ومشروب بس. وابتدينا نطور في المطعم، البنات اللي كانت بتودي الاكل للعربيات مشيناهم، والمنيو كله اتغير، مبقاش فيه غير برجر بس ومشروب ميلك تشيك وعصير. وفعلا طوروا المنيو بتاعهم وشالوا آلات بيع السجاير من المطعم، وغيروا شكل الوجبة خلوها كلها بلاستيك عشان تقدر تاخدها وتمشي وتاكلها في اي مكان. بس كانت المشكلة قدامهم ان هم لازم يلاقوا نظام يعملوا فيه الاكل بسرعة. وهنا جت فكرة لدوك انهم يروحوا على ملعب تنس ويرسموا شكل المطبخ، واجروا ناس ويشتغلوا اكنهم بيشتغلوا في المطعم فعلا. وابتدوا يعملوا اخطاء، وديك عمال يطور، وكل شوية يعملوا اخطاء تاني ويرجع يطور تاني في اماكن المعدات ويطلعهم بره الملعب ويرسم من الاول تاني. وبعد 6 ساعات فعلا قدر يعمل المطعم المثالي، وابتدوا يتحركوا بسلاسة جوه المطعم، وابتكروا نظام وسموه سبيدي، وطبقوا شكل المطعم دوت بالظبط في ارض الواقع. ويوم الافتتاح مفيش حد كان عاوز ينزل من عربيته، الناس كلها مستنية الاكل يجيلها في العربية. ويوم الافتتاح فشل، وديك وماك قرروا يعملوا افتتاح من اول وجديد، واجروا العاب نارية وفرقة من السيرك، بس للاسف اتلم عليهم دبان كتير جدا، والافتتاح باظ للمرة التانية. وتاني يوم كانوا بيفكروا يرجعوا كل حاجة زي الأول، بس فجأة جه طفل وطلب سندوتش برجر منهم. وبعد ما ادوله الوجبة بتاعته الناس ابتدت تيجي من كل مكان، وابتدوا يقفوا في الطابور وابتدوا يشتغلوا. ومن هنا ابتدى ماكدونالدز. وبعدها روي بيروح، بس واحد زيه مش هيقدر ينام من الأفكار اللي في دماغه والطموح اللي عنده، وبيفكر في النجاح دوت يستثمره ازاي. وتاني يوم بيروح لديك وماك وبيعرض عليهم فكرة جديدة واسمها فرانشايز. الفرانشايز دوت عبارة عن حق استخدام الاسم، اي واحد يقدر ياخد اسم ماكدونالدز وبيفتح في اي مكان في العالم، وبيدي اصحاب الاسم نسبة من الارباح. بس دوك وماك بيقولوا ان احنا جربنا حق الامتياز قبل كده في مكان اسمه فينيكس وفي جنوب كاليفورنيا، بس للاسف حق الامتياز فشل. وماك بيسألهم ليه، قالوا له بسبب مراقبة الجودة، المطاعم عشان بعيدة بتفكر في نجاحها الشخصي بس، بيعملوا الوجبات اللي الناس عاوزينها في المنطقة بتاعتهم بس،
مش ملتزمين بالساندوتش بتاع ماكدونالدز، وروي بيعرض عليهم ان هم يجيبوا حد يتولى الاشراف على المطاعم الجديده، وبيفضل يحاول ان هو يقنعهم يكون هو المشرف على المطاعم دي، بس هم ما عندهمش طموح ان هم يكبروا، شايفين ان المطعم بتاعهم بيدخل لهم دخل كويس وواقفين عند النقطه ديت. وروي بيشوف يافطة على الحيطة لنموذج لمطعم ماكدونالدز، وبيسألهم لو اتبنى قبل كده في أي مكان نفس الشكل ده، وقالوا له اتبنى في فينيكس. وطبعا واحد زي روي بإصراره وعزيمته هيروح عشان يشوف شكل المطعم ايه، وفعلا بيروح عند المطعم وعينه بتلمع أول ما بيشوف المكان، وفي الوقت ده بيعرف إن دوت حلمه الحقيقي، وبيرجع لبيته وبيقابل مراته وبيحكي لها عن السفرية بتاعته، وهي أصلا ما بتكونش مهتمة بالكلام بتاعه، بس هو مهووس بفكرة المطعم ده، وبتقوله انت لغاية امتى هتفضل تطارد أحلامك؟ انزل على أرض الواقع، فكر في بيع الآلات عشان نقدر نجيب فلوس نعيش بيها. بس هو عنده طموحات ويفكر في أحلامه، وروي فعلا بيرجع يبيع الآلات من تاني، بس مش قادر ينسى المطعم اللي هو شافه، وفعلا بيقرر يرجع لمطعم ماكدونالدز من تاني، وبيقابل الأخوين ماكدونالدز وبيقول لهم انا لفيت في كل مكان في امريكا، في كل بلده بشوفها بيكون فيها كنيسه ومحكمه، عاوزين نزود ماكدونالدز، القوس الذهبي بتاع ماكدونالدز يكون شعار في اي مدينه في امريكا، ادوني فرصه ادير المطاعم دي. وفعلا الاخوين ماك بيبتدوا يفكروا شويه مع بعض، وبعدها بيقرروا ان هم يشاركوا روي في التوسع باسم ماكدونالدز. وروي بيشوف العقود وحتى ما بيبصش فيها وبيمضي عليها بسرعة، وبيكون من ضمن بنود العقد والأخوين ماك وروي هياخدوا نسبة 1.9 من أي مطعم يتفتح، روي هياخد 1.4 والأخوين ماك هياخدوا نص في المية. بس هو طبعا ما بيهتمش وبيكون عاوز يتوسع الأول، وبيكون عاوز يبني اسم الماكدونالدز، وفعلا بيشتري أرض وبيبتدي يعمل أول مطعم ليه. بس اللي ما كانش قريب في العقد ان الاخوين ماكدونالدز ليهم الحق ان يعدلوا في اي حاجه في المطعم، وبيكون روي عنده طاقه كبيره جدا وعاوز كل حاجه تخلص بسرعه، بس هما بيقولوا ان هما هيبعتوا المهندس بتاعهم عشان يتاكد ان كل حاجه ماشيه بدقه. وبعديها بيجي الروي عرض من كولا انهم يعلنوا عنده في المطعم بتاعه، ولما بيعرف الاخوين ماك بيرفضوا برضو الاعلانات، هما مش عاوزين يتوسعوا خالص، هما عاوزين يفضلوا واقفين في مكانهم. وروي اسرع من القطر عشان يوصل لحلمه، وما بيقدرش يستخدم اعلانات كوكاكولا وما يقدرش يخليهم الراعي ليه. وبعدها روي اخيرا بيعمل المطعم بتاعه، بس دي بتكون اول خطوه في تحقيق حلمه، وبيروح يعرض على ناس اغنياء جدا انهم يفتحوا مطعم ماكدونالدز، وفعلا بيقتنعوا بكلامه وبيبتدوا يمضوا العقود. والاخوين ماك مش عاجبهم السرعه اللي هو بيتحرك بيها ديت، وفعلا بيكون عندهم حق، وروي بيروح مطعم واخد حق الامتياز، بس بيلاقيهم بيبيعوا فراخ محمره ولحمه وخضار سوتيه، وهو بيكون هيتجنن ازاي ماكدونالدز بيبيع الحاجات ديت. وبيروح لرجال الاعمال اللي اداها حق الامتياز وبيقول لهم ماكدونالدز عمره ما كان بيبيع الحاجات ديت، فراخ مقليه ولحمه وخضار. قالوا الناس في المدينه بتحب الاكل ده، قال لهم لازم تلتزموا بقواعد ماكدونالدز لإلا هيتسحب منكم اسم المطعم، وودعهم ومشي. وروي ابتدى يفكر بطريقه جديده ان الناس الاغنياء همها المكسب وبس، وجاله في المكتب واحد بيبيع كتب وفكر بسرعه وخلاه ياخد حق امتياز ماكدونالدز. هو عاوز ناس يقدر يسيطر عليهم ويعملوا كل حاجه بالظبط وبدقه متناهيه، وبيفرح زوجته ان هو ابتدى يتطور، بس هي اصلا مش في دماغها ومش مهتميه باللي هو بيعمله. وبيتعرف على سباك وبيخليه هو كمان ياخد حق امتياز المطعم، واي حد يقابله في طريقه يخليه ياخد حق الامتياز، مسلم مسيحي يهودي اي حد ياخد حق امتياز مطعم ماكدونالدز. المهم ينتشر اسم ماكدونالدز في كل مكان. هو بيفكر في المستقبل وبيفكر ازاي يكبر مشروعه، ومبقاش يهتم بالناس الاغنياء لانه اكتشف ان الناس الفقراء بيحافظوا على مشاريعهم اكتر وبيكونوا بيتمنوا النجاح. وفي يوم بيقابل واحد اسمه رالي وبيكون عاوز يفتح مطعم ماكدونالدز، وبيكونوا قاعدين في مكان ورالي بيجيب زوجته وبيعرفها عليه واسمها جون. وجون بتسأله انت ابتديت من امتى؟ وبيقول لها من 1954. وبتقول له يعني بقالك سنتين بس وعامل النجاح ده كله؟ وبيقول لها ده حقيقي. وبتسأله عن طموحاته واللي هو عاوز يحققه في الحياة، وبيقول لها انا نفسي اسم ماكدونالدز دوت يكون اكبر اسم في العالم. وبعدها روي بيرجع شيكاغو، والمساعدة بتاعته بتقوله ان احنا علينا فلوس كتير جدا وال1.4 دول مش مكفينا، وبقى علينا فلوس كتير جدا للبنك. وبعدها روي بيكلم الاخوين ماك وبيحاول يزود النسبة بتاعته شوية، وبيقول لهم انا مش قادر اغطي تكاليف السفر بتاعي، انا عامل لكم لغاية دلوقتي 18 مطعم وعاوز ازود النسبة بتاعتي شوية.
قال له انت مضيت على العقود ومش هنقدر نزود لك النسبه بتاعتك. قال لهم طب خلاص خلوها 3%. قال له لا مش هنقدر نزودها، النسبه بتاعتك زي ما انت ماضي عليها في العقد. وبعدها روي بيقفل السماعه، ولما بيروح البيت مراته بتقول له ان البنك اتكلم وهيجي يحجز على البيت. ومراته بتقول له انت ازاي تعمل حاجه زي كده عشان طموحك تبيعنا البيت؟ وهو ساعتها ما بيردش عليها. وبعدها بيروح البنك وبيروح يتكلم مع موظف البنك وبيقول له انا في مطعم بديره اسمه ماكدونالدز وانا ليا حق الامتياز بتاعه. قال له للاسف الارض اللي مبنيه عليه مش بتاعتك، وانت ما عندكش اصول حقيقيه عشان نقدر نسهل لك القرض. بس كان في واحد بيسمعه، واول ما روي بيخرج من البنك بيطلع وراه وبيعرفه بنفسه واسمه هاري سيرابورن. وهاري بيعرض عليه ان هو عنده حل لمشكله الفلوس اللي عنده. وبعديها بياخده وبيروحوا على المكتب، وهاري بيقول له مفيش امبراطوريه بتكبر من 1.4 من بيع البرجر، بس لو اشتغلنا في تجاره العقارات ساعتها هضمن لك ان احنا هنكون امبراطوريه عملاقه. وروي ما كانش فاهم هو بيتكلم عن ايه، وهاري ابتدى يشرح له ان احنا هنعمل شركه عقارات ونتملك الارض اللي بنبني عليها المطعم، وساعتها لما نبني ماكدونالدز المستاجرين هيجوا ياجروا منك انت، ولما يبيعوا هيسددوا لك ايجار المطعم، وبكده انت عندك فلوس بتخش لك كل شهر من الايجارات، وكمان متملك الارض. وساعتها لو مستاجرين ما طبقوش الجوده هنقدر نمشيهم ونجيب مستاجرين غيرهم، وبكده تقدر تتحكم في المستاجرين ينفذوا الجوده اللي انت عاوزها. وكمان هتقدر تتحكم في دوك وماك في اي حاجه انت ترشحها لهم، لانك تعتبر مالك المطعم، والبنوك هتمولك زي ما انت عاوز لان عندك اصول ممكن ترهنها، وكل شهر الفلوس بتكتر بتاعت الايجارات واحنا نكبر اكتر واكتر. وساعتها روي فهم وعارف هو هيعمل ايه، وفعلا ابتدى يشتري اراضي وابتدى يتوسع اكتر واكتر، والشركه بتاعته بقى اسمها شركه الامتياز للعقارات. وبقى اي حد عاوز يعمل فرع جديد بقى لازم يأجر من روي، وبقى معاه فلوس كتير جدا وابتدى يكبر اكتر واكتر. والجوابات بتاعت المطاعم الجديده كانت بتروح للاخوين ماك، وعرفوا ان روي عمل شركه جديده، وقال لهم انا عملت الشركه عشان اقدر امول المطاعم واسم ماكدونالدز يكبر اكتر واكتر، ولو في حد خالف الجوده ومعايير ماكدونالدز هقدر امشيه واجيب حد غيره. بس هما طبعا كانوا خايفين منه وخايفين من طموحه اللي ملوش حدود. وروي قرب من جون مرات رالي اللي اجر له اسم ماكدونالدز، وعرضت عليه فكره ميلك تشيك بس جاهز، وهو راح عرض على الاخوين ماكدونالدز الفكره، بس طبعا بيرفضوا، وهو بيعرفهم ان هم هيستخدموا كهرباء اقل وهيقدروا يوفروا في الفلوس، بس طبعا عشان هم ليهم حق في الاداره فبيرفضوا الفكره. وروي بيكون هيتجنن وزعلان جدا، مش عاوزين يطوروا في اي حاجه. وهنا روي عرف ان طريقهم هيختلف، وبعديها روي بيقرر ان هو يشتغل من دماغه، وفعلا بيوافق على فكره الميلك تشيك المخفوق، وبيبتدي يوزعه في فروع ماكدونالدز كلها. والاخوين ماك بيكلموه في التليفون وبيقولوا اللي انت بتعمله ضد شروط العقد اللي احنا ماضيين عليه، وهو بيقول لهم انتوا موقفيني في مكاني، دايما رافضين كل حاجه جديده. قالوا انت مش فاهم طبيعه ماكدونالدز. قال لهم طبيعه ماكدونالدز بتتحدد بالاشخاص اللي بتديرها، لازم نتطور يوم بعد يوم. وبعدها بيطور نفسه وبيغير اسم شركه العقارات بتاعته لشركه ماكدونالدز للعقارات، وهو عمال يتوسع اكتر واكتر. وبعدها بيكون قاعد بيتغدى مع زوجته وبيعرفها ان هو مش قادر يكمل، وفعلا بيتطلقوا. والاخوين ماك بيجيلهم جواب من روي وبيكون مكتوب فيه اسم شركه ماكدونالدز للعقارات من فوق. وبعدها بيكلموه في التليفون وقالوا انت عاوز تستولى على الشركه كلها وعاوز تستولى على اسم المطعم، انت اخترعت ايه اصلا؟ احنا اللي عاملين النظام في المطعم. قال لهم اللي انا بعمله دوت تجاره، لازم نكبر ونتوسع، وانتوا عاوزين تفضلوا واقفين في مكانكم. التجاره عباره عن حرب، وانتوا عمركم ما هتخوضوا الحرب ديت. قالوا ان احنا هنقضيك وهناخد منك الحقوق بتاعت ماكدونالدز من تاني. قال لهم انا معايا فلوس اقدر اخلي القضيه ديت في المحاكم لسنين. وماك بيسمع الكلام دوت وبيغمى عليه. وبعدها روي بيروح لهم المستشفى وبيعرض عليهم شيك على بياض يحطوا فيه المبلغ اللي هم عاوزينه، ويتنازلوا عن اسم ماكدونالدز ليه، وهو اللي يدير بعد كده ماكدونالدز. وبعدها بيمشي وهم بيفكروا شويه، ودوك بيكلمه وبيقولوا احنا عاوزين 2,700,000 بالظبط، ونسبة 1% من الأرباح مدى الحياة، وهو بيرهن كل اللي يقدر عليه عشان يجمع 2,700,000 بالظبط. بس بيكون عنده مشكلة في بند 1% مدى الحياة، مش هيقدروا يخلوه في الورق لأن البنوك لازم تضمن إن هو المتحكم في كل حاجة. وفعلا بيوافقوا على الاتفاقية ديت وبيمضوا العقود وبيتنازلوا لروي عن المطعم بتاعهم. ودوك بيسأل روي اشمعنى مطعم ماكدونالدز اللي فكرت فيه؟ كنت ممكن تعمل مطعم لوحدك وتبنيه من الأول. قال له عشان في سر انت نفسك ممكن ما تكونش عارفه. ودوك ما كانش عارف السر في ايه. روي قال له السر في اسم ماكدونالدز. الكلمة نفسها بسيطة وسهلة،
والناس بتحس في الكلمة دي بالدفء. وفعلا روي بيشيل اسم ماكدونالدز من اليافطة بتاعتهم وبيبني الإمبراطورية بتاعته وبيكون اسم ماكدونالدز. وروي بيكون بيتحضر لخطاب لندوة وبيقول إن في ناس متعلمين كتير جدا حوالين العالم بس مش قادرين يحققوا النجاح ليهم، وفي ناس عندهم موهبة بس برضه مش عارفين يحققوا نفسهم، والناس الأذكياء حتى لو عندهم ذكاء خارق برضه مش هيقدروا يحققوا النجاح. الإصرار والعزيمة بس هما اللي هيقدروا يحققوا لك النجاح. ولو انت عاوز تنجح يبقى حبة جنون وحبة إبداع وخطة تمشي عليها وطموح ملوش حدود، وساعتها بس هتقدر تحقق حلمك. ويمكن لو الأخوين ماكدونالدز ما قبلوش الشيك بتاع روي كانوا من أغنياء العالم دلوقتي. والقصة دي قصة حقيقية وكل الأحداث اللي فيها حدثت بالفعل. وروي اتجوز جوان وفضل عايش معاها لغاية اما مات. والأخوين ماكدونالدز ما قدروش يثبتوا النسبة بتاعتهم 1% لأنها ما كانتش مكتوبة في العقد. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان العم نستمر. سلام.